السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. انا عبير لو اول مره تشوفوني. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض بتنجان مخلل مسلوق من غير ما نقليه في الزيت. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وطعمه مظبوط جدا، وهناكل منه في نفس اليوم ان شاء الله. والبتنجان المخلل حلو جدا جنب المشويات واكلات تانية كتير. تابعي الفيديو للاخر علشان تعملي احلى بتنجان مخلل بتتبيله ريحتها لا تقاوم. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا على طول. بس فضلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله. في البداية معايا كيلو من البتنجان، هنحاول نجيبه صغير ورفيع او متوسط بالكتير قوي وما يبقاش كبير، بيبقى حلو في التخليل. غسلته كويس جدا وسبته بالجزء الاخضر ده، هسلقه بيها. وكل ما البتنجان يكون صغير مش بياخد وقت في السلق، ووقت السلق على حسب حجم البتنجان، وعلى حسب لو انت عايزاه يقعد فترة في التلاجة هتعمليه نص سلق، ولو عايزة تاكلي منه في نفس اليوم أو تاني يوم هتسلقيه سلق كامل. وفي حلة على النار فيها مية لنص الحلة، هضيف معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة بابريكا، وممكن تضيفي نص بنجراية لو حابة لون المية أحمر. وهضيف معلقتين كبار من الخل. وأول ما المية تغلي هنزل بالبتنجان، واحط طبق أو تقل على البتنجان علشان ما يطلعش لفوق وكله يستوي مع بعض، واغطيه واسيبه 10 دقايق. وفي الفترة دي بتابعه من وقت للتاني. البتنجان خلاص قرب يستوي. في الوقت ده هضيف عليه 4 قرون من الفلفل الأخضر، حامي أو بارد زي ما تحبي. عملت فيه فتحة بالسكينة. هسيبه حوالي 3 دقايق يغلي غلوة مع البتنجان. ازاي هعرف ان البتنجان اتسلق خلاص وانزله من على النار؟ باخد واحدة واضغط على الجزء الأخضر هلاقيه طري واستوى، واضغط على البتنجانة الاقيها طريت واستوت. كده خلاص هنزله من على النار، واخرجه من المية علشان ما يتهريش واسيبه يبرد. وما ترميش مية السلقة، هنحتاجها بعدين. ودلوقتي هنحضر التتبيلة او الدقة اللي هتودي البتنجان في حتة تانية خالص. معايا قرنين كبار فلفل رومي، ما كانش متوفر عندي فلفل رومي احمر، لو متوفر عندك ممكن تضيفيه او تعملي ميكس بين الفلفل الاخضر والاحمر. ومعايا 10 فصوص من الثوم، هحطهم في الكبة. وممكن تعمليها في الهون لو مش متوفر عندك كبة. هضيف عليهم معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ومعلقة صغيرة من الملح. وهضيف عليهم حوالي معلقتين من الخل، مش هنكتر خل علشان طعمه يبقى متوازن، واصلا احنا ضايفين معلقتين كبيرة في مية السلق. وهضيف ربع كوباية من عصير الليمون، وهضربهم مع بعض وافرمهم فرم مش ناعم قوي. وبعد ما فرمتهم هضيف عليهم معلقتين كبيرة هرمية من هريسة الشطة، عملتها معاكم في القناة قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. واخلطهم مع بعض، واضيف معلقة صغيرة من الملح. وعايزة اقول لكم الريحة قلبت البيت. وهقلب الكلام ده كله مع بعض، وهضيف معلقة صغيرة من البابريكا علشان انا عايزة التتبيلة يبقى لونها احمر شوية. وكده التتبيلة جاهزة معايا. ودلوقتي هبتدي اشيل الجزء الاخضر اللي فوق. بعد ما اتخلصت من الجزء الاخضر اللي فوق هعمل فتحة بالسكينة في البتنجان زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله قلب البتنجان ابيض من جوه، ده بسبب ان احنا سلقناه بالجزء الاخضر اللي فوق. دلوقتي هبتدي اتبل البتنجان، واملى كل بتنجانية بالتتبيلة او الدقة، واوزعها فيها كلها. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. بعد ما تبلت البتنجان دول اللي اتبقوا من التتبيلة، هضيف عليهم 3 مغارف من مية السلق، واضيف عليهم حوالي معلقة كبيرة من الزيت علشان تدي لمعة للبتنجان، واضيفهم على البتنجان اللي تبلته. وكده البتنجان جاهز ناكل منه دلوقتي. وده الشكل النهائي للبتنجان بتاعي. البتنجان الصغير بيستوي اسرع، هناكل من البتنجان الصغير الاول، ولو في بتنجان كبير بسيبه للاخر. دلوقتي نقلته في علبة تلاجة، هغطيه واحفظه في التلاجة، وهاخد منه وقت الاستخدام، واحط منه في طبق كمية على قد الاكل. وده شكل البتنجان تاني يوم، ابتدى ياخد اللون البينك او الاحمر كل لما بيقعد، وكل لما بيقعد اللون والطعم والريحة بيعتقوا مع بعض. ويا سلام بقى جنب الفطار الصبح، ولا شوية عدس، ولا مع السمك المشوي. مش هقعد اعد كمية الاكلات من كترها اللي بناكل معاها البتنجان المخلل. في النهاية اتمنى تجربوه ويعجبكم باذن الله، وتقولوا لي رأيكم، وهستنى كومنتاتكم اللي بتسعدني. وفضلا ما تنسوش لو عجبكم الوصفة النهاردة تعملوا لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة، وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم إشعار بكل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير،
أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.